سيد الرئيس، هذا الموضوع تحدثت عنه في الخطابات هذا الصباح واليوم. كأن الموضوع يهم الأخيار والأشرار، كأن الموضوع يهم الملائكة والشياطين، فقط علينا أن نحدد من هم الملائكة ومن هم الشياطين. هذا الموضوع في حقيقة الأمر يهم الأحزاب الكبرى التي لها تمثيلية في الجماعات وفي المؤسسات التمثيلية، والتي لا يملك ذلك يمكن أن يصنع قانونا للملائكة إذا أراد، ما دام لا يملك جماعة ولا يملك رئاسة جماعة. ولكن سيد الرئيس إذا سمحتم ممكن أعطي أرقام. في فاس الرؤساء السابقين، رئيسين السابقين من 2011 إلى الآن 72 شكاية ضدهم. نحلوها، نفتحوها، بقاو غاديين بالراجل وغاديين بيه جايين، راه بريء، نديروا البحث وتسنى وتكتب عليك الصحافة ويديروا عليك ندوة صحفية ويديروا عليك 72 شكاية في فاس، 32 شكاية في الدار البيضاء. غير اللي جلس في شي قهوة تيطيرها ليه شي واحد كيبان ليه في التلفزيون ما تعجبو كيدير به شكاية. دابا عندنا الخيار، إما نمشي عند النيابة العامة ونقول لها الله يجازيك بخير ما تبقاش تحركي شكايات هكا، ليس لي الحق مطلقا مشى النيابة العامة نقول لها، ولا نمشي النيابة العامة ونقدم لها ملتمس نقول لها جميع الشكايات فاس، الدار البيضاء، مراكش، أكادير، الناظور، فتحي هذيك الشكايات. ونبقاو غاديين جايين، إلا كملنا من هنا 20 عام تقول لها حد لحد. تيقول لك علاش هاد رؤساء الجماعات ما مشاوش داروا الشكايات. اش غندير في الشكايه؟ واحد تيجي تطلب لك الرشوه من حيث كتتفق مع الامن وكتدي ليه الفلوس باش يثبتوه بحال التلبس، تيقول لي سلفتهم لي ردهم لي، ما بيني وبين حتى شي حاجه. اشنا هي العلاقه؟ واش دابا هاد رؤساء الجماعات غيقابلوا مشاكل الناس واللي يقابلوها الجمعيات؟ ما هو الفضيحه اللي وقعت في الجامعه في اكادير؟ عندي اتفاقيه في وزاره العدل موقعه من طرف نائب الرئيس الجمعيه اللي هو رئيس ديالها ووزير عدل سابق لمحاربه الرشوه. هذا اللي كان المتهم الان في قضايا بين القضاء ديال الدبلومات. بغيتي نعطيها لكم نشرها لكم، انا موجود ونزيد الا بغيتوا نزيد. انا المهم اللي عندي، انا اللي المهم عندي ماشي هذاك اللي كيفسد، هذاك اللي كيفسد غيجي. أنا المهم عندي هو ذاك البريء، ذاك المرشح اللي كيجي كيشارك في العمل السياسي، الاحزاب السياسيه اللي كتخلق العمل السياسي وتتولي تحت سلطه هذا الابتزاز. ونطرحوا السؤال الاساسي للقيادات السياسيه اللي طرح هذا الموضوع هذا: من يصنع الخريطه السياسيه في المغرب؟ الاحزاب ولا الجمعيات؟ الاحزاب هي كتخلقها، كدير خريطه، كتجيب شي اشخاص كتعتمد عليهم كتقدمهم وتساهم في بناء خريطة سياسية تتأسس من خلالها البرلمان وكيتأسس الحكومة. إما يكونوا البرلمانيين مزيانين ونجلسوا معاهم، إما نكونوا البرلمانيين خايبين وما نجلسوش معاهم، نقولوا البرلمان الموسخ ونمشيو في حالتنا ونخليوه الموسخين ونقيوا الملائكة يخرجوا يمشيو للشارع يقولوا حنا نقينا هذوك الموسخين ما نجلسوش معاهم. لكم الخيار. من حيث كيتجي الجمعية اش كدير؟ كيجي واحد كيدير بهم الخريطة السياسية. هذا راه بارز في الحزب ديروا به شكايه باش يبقى يمشي ويجي النيابه العامه، وهذا راه غادي يدوز ينجح ديروا به شكايه، وهذا ديروا به شكايه. لو كون غير كيديروا شكايه وخليو البحث سري ما عندي اشكال، وهو كيحط الشكايه وكيدير ندوه صحفيه حدا الباب. واش هو كيمشي كيحط الشكايه وكيجي مع الصحفيين لحدا الباب؟ واش هو ونقولوا ونعطيوه؟ كتعرفوا شوفوا غير شكون كينوب على بعض المجالس اللي ما عندهاش شكايه ضدها بالفساد، شكون اللي كينوب عليهم؟ شكون المحامي او المحاميه اللي كتنوب عليهم؟ سولوا شكون هذا رئيس الجمعيات المال العام اللي تعطت له فيلا في طور الانجاز، ونعرفوا شكون ونخرجوا كل شيء. انا ما عندي اشكال، ولكن لن اترك مفسدا يفسد العمليه السياسيه اطلاقا، ما نخليش. وما دام بغيتوا الارقام نعطيكم الارقام. في 2020 تقدمت النيابه العامه 20 شكايه، 30 شكايه، حفظنا فيهم 11، معناها 19 هي اللي مشات، هذوك 11 اللي
بقاو غاديين جايين للكوميساريات، على ما نحسبوهم؟ انا راه قلت لك كيهمني داك البريء اللي كيتكرفص، تيهمني داك النائب ولا رئيس البلديه اللي خرج نقي وتيضرب في الكوميساريات. وبوانو عنده واحد الصديق ديالو هو النموذج. 2021 في مراكش، اخرجها لك نيشان، ماشي ظلم ذوي القربى اشد مضاضه. و2021 كاينو 20 تم حفظ 3. 2022 كاين 20 تم حفظ 9. 27 في 2023 كاين 27 حفظ 5، والباقي ونقول لك من بعد 24 تم حفظ 1، وفي المجموع 106 تم حفظ 31. شحال اللي صدر فيهم حكم؟ قيد التحقيق، غير قيد التحقيق ما صدر فيهم كاع الحكم. كاين في 2020 3، في 2021 1، وتنازل واحد. دابا على واحد الملف كيتحكم، نجي ناخذ هاد المنتخبين المغرب كامل 26,000 جماعه ولا شحال كاين عندنا، ولا 1600 جماعه، 1500 جماعه، ونعطيهم لواحد رئيس الجمعيه ما خدام ما ردام، عنده كات وعنده الفيلا. انا بغيت نفهمها ملي كتجي نعطيكم السميات نعطيهم لكم. لذلك ما بغيتش شي واحد يدير لنا دور الملائكه، ما يدير ليش واحد دور الملائكه، الواقع راه مر. الا كانوا كيفسدوا هاد المرشحين وهاد المنتخبين، قويوا الاحزاب ديالكم ونفسهم وديوا الاصوات، يلا وديوا الاصوات. قولي اللي بغيتي انت، ما عندك شيء، ما انا عندي.